محمد محمود والعشرة محمد محمود. وانا واخواتي كنا اسود عملنا للداخلية حدود عملنا للداخلية حدود. احنا جايين النهارده للمؤتمر الافراج عن زميلنا جورج رمزي. جورج رمزي تم اعتقاله ايام احداث محمد محمود الاخيره بعد مجزره بورسعيد، وهو بيحاول يسعف المصابين بجوار شارع محمد محمود. جورج رمزي كان كل اللي عمله ان هو نزل عشان يسعف المصابين، كان جزاؤه ان هو دلوقتي ورا السجون. جورج رمزي بيتم معاملته في السجن معامله غير ادميه، عنده كسور في ايده، عنده نزيف داخلي في العين، حالته الصحيه في اضطراب تام، بيتم تعريته ورشه بالميه داخل السجن بالليل، بيبات من غير اكل. احمد دومه، جورج رمزي، كل سجناء الرأي في سجون الاحتلال العسكري لابد ان هم يطلعوا في اقرب وقت ممكن. احنا باللي احنا فيه دلوقتي احنا بدانا نرجع لعهد ما قبل الثوره، بالعكس احنا في اسوأ مع عهد ما قبل الثوره. المجلس العسكري بيحاول يثبت لنا ان هو ممكن يكسرنا، لكن احنا مش ممكن نتكسر ابدا. المجلس العسكري هو اللي لازم يحصل. احبس واحد يهتف بيا، مش هتنسونا القضية، اعتقال النضال هو النضال، اقتل واحبس في الثوار، مجلس ظل يا مجلس عار، جورج رمزي يا بطل. انا ما اعرفش جورج رمزي شخصيا، انما انا عارف ان جورج رمزي يعني كان واحد معانا في الميدان، واحد انضرب معانا، واحد نزل معانا من اول يوم. احنا جايين النهارده علشان اعرف الاول جورج رمزي واحمد دومه وغيرهم اتاخدوا ليه. انا شايف ان هم اتاخدوا علشان كل ذنبهم ان هم مصريين، علشان شايلين الثوره دي على كتافهم، علشان عايزين يقولوا ان الثوره مستمره، والاخوان والمجلس العسكري مش هيقدروا يطفوا الثوره اللي احنا عملناها. انا جاي النهارده بطالب بالحريه لجورج رمزي واحمد دومه وغيره. انا جاي النهارده بطالب باسقاط المجلس العسكري. جاي النهارده اكمل ان انا اطالب باسقاط النظام اللي المجلس العسكري بيكمل المسيره بتاعته. احنا بس شيلنا حسني مبارك، احنا عايزين نشيل طنطاوي وهنشيل اللي هيجي بعده لحد ما نسقط النظام، ومكملين في الشارع، وان شاء الله الحريه لجورج رمزي واحمد دومه.